السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الارانب الملوخية. فضلة خيركم كده. انا عندي 3 فرادي انارب، تمام، مغسولين ومشطوفين طبعا ومنضفين نظافة مفيش بعد كده. انا هبدأ بيهم. هحط معاكم هنا التوابل، معايا الملح، معايا فلفل، ومعايا كزبرة، ومعايا المرقة، المرقة الفورية اللي انا عملتها معاكم على القناة. تمام، من كل حاجة منهم معلقة صغيرة، معلقة فلفل، ومعلقة كزبرة، ومعلقة مرقة، والملح حتى اكتر. تمام، انا حطيت هنا كوباية مية، ولو عوزت، لو انا عايزه اعمل منها ملوخيه هزود لها الميه، وهحط لها كمان. بس انا لما بصور بايد وماسكه الموبايل بايد وبشتغل بايد، فانا مش يعني التصوير مش مرتاح كويس. وحطيت معاها، ما جاش معايا التليفون قفل مني. يعني حوالي نص، ما لا اقل من نص المعلقه توم مفروم، حطيتها معاها. انا كده انا هاخد منها اعمل ملوخيه، هحط لها، هزيد الشوربه شويه تاني بميه سخنه. تمام يا حبايبي. وهنا هعمل معاكم ايه التخديعه بتاعت الارانب اللي انا هطيب فيها الارانب. بعد ما تستوي هشوحها بيها. عامله البصله وحطيت معاها السمنه وحطيتها تشوح على النار. تشوح على النار البصله كده. خلاص هي اتشوحت معايا ها، عشان السمنة بتاعتها كتيرة فمريمة معاها مش مبيناها. بس أنا عندي الطماطم مسبكة وجاهزة. تمام يا حبايبي، يعني مش هتاخد معايا وقت إن شاء الله. هي خلاص كده جاهزة، ده بقى تفك بس على النار معايا وخلاص. اهو. مش متعكمة في التصوير كويس، عشان ماسكاها زي ما قلت لكم كده، ماسكه الموبايل بايد ومشتغل بايد. انا كده حطيت الطماطم هتفك، وال والارانب انا زدتها شويه ميه تاني عشان تعمل معايا شوربه، عشان هعمل منها ملوخيه. بص يا حبايبي، شايفين الشوربه بتاعتها؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وانا حاطه لها التوابل اللي انتوا شفتوها، وحطيت معاها شويه توم مفرومين. كده هنا هويتي هنقل الأرانب في الصينية، عشان هحط لها التخدعة اللي عملتها لها دي. وعشان أخلي الشوربة هعمل منها ملوخية، واللي يحب يشرب الشوربة بتاعتها برضو هخليها، يعني هخلي منها نعمل ملوخية، ونخلي شوية للي يشرب شوربة. اهي يا حبايبي، هي طابت طيبان بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفينها طيبة، مش متحملة في ايدي ان انا اشدها بالمعلقة. والشوربة زي ما انتوا شايفينها، بص، زي ما يكون انا حاطه لها سمن. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا بلم التوابل من على الحروف بتاعت الارانب، فبحوشها كده عشان ما تعملش شكلها مش هيبقى كويس. لما غلت كده طلعت عليها الفوق ومسكت فيها. شايفين؟ بصوا والله بتتفرع مني، مش متحملة امسكها بالمعلقة. احنا بنعمل كده، نذكر ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الحياة يبقى فيها بركة. ونحط النية ان كل اللي ياكل من الحاجة دي ربنا يهديه ويصلح حاله ويثبته. تمام. انا جبت التخديعة دي، هنقصها عشان هي كتيرة، على مش هحطها كلها انا هخلي منها اللي يحب يغمس كده، او لو احتاجتها لحاجة تاني هحط عليها شوية شطة وحبة فلفل، وهحط عليها كمان شوية كزبرة
وشوية شوربة هطريها شوية برضو عشان تبقى خفيفة، تتوزع على الأرانب كده، ما يحصلهاش، يا تغمر الأرانب غامر كده فيها. بصوا هذا هقلبها ببعضها زي ما انتوا شايفين كده عشان تندمج كلها ببعضيها. وهجيب لها برضو نص معلقة صغيرة توم مفروم. ده ده اللي هيديها الطعم. يعني تعمل التخديعة دي، تحطها على اللحمة بعد ما تطيبيها بنفس اللي أنا عملته ده، وتحطها على الفرن على الشواية بس. هتاخد طعم ما اقولكمش. لما تعملوها ان شاء الله باذن الله وتجربوها ادعولي، انا عايزه منكم دعوه. تعمل الفراخ بعد ما تسلق الفراخ وتسويها كويس، وتحطيها زي ما انا حاطه الارانب كده في الصينيه، وتعملي لها الدمعه دي اللي هي التخديعه دهيتي بنفس الطريقه اللي انا عملتها، وترميها على الفراخ كده وتوزعيها عليها كويس. هتاخدي فراخ، بصي ما حصلتش طعم جميل، تحفه تحفه بجد. انا وزعتها عليها كلها كده، وهرك الطبق بحبة شوربة تاني وهكبها عليها بس كده، عشان هي هتغمر الدمعة يعني حلوة فيها، هتغمرها غمر كده من فوق ومن تحت، وهتبقى فيها يعني الشوربة دي. هحطها كده، انا بوزعها كويس عشان ما يبقاش فيها حاجة مش باينة، عشان هجمعها كويس يعني هديها تشويحة حلوة على النار. وديها رشة زيت بسيطة كده عشان الوش يشمع كويس معي. شايفين يا حبايبي؟ وهعمل معاكم الملوخية أنا حاطة طماطمية مقطعة سلطة صغير، ومعايا معلقتين طماطم من الطماطم المسبكة على التومة. شوحت التومة وطشتها بدلهم ميتي غلوت، عشان الطماطم مخدعة مش محتاجة حاجة. هكب عليها الشوربة. ده الملوخية إن كانت خضرة، سواء خضرة أو ملوخية ناشفة، اللي هي بتبقى منشفينها في الشمس كده وعاملينها. لو عندك دي أو دي الطريقة بص يا حبايبي، الطريقة بتاعت الخضرة، بحمر التومة وبطشها بالشوربة، وأنا مش بحط لها طماطم الخضرة بصراحة، وأحط عليها الملوخية. اما الملوخيه الناشفه فبعملها بالطريقه دي، احط لها رز طماطم مقطعه سلطه، وعليها معلقتين او 3 طماطم مسبكه، والتومه تبقى شوحت كده واطشهم بيها، اسيبهم يا دوب يغلوا غلوه كده، واروح زيدهم بالشوربه واحط عليهم الملوخيه. واحلى ملوخيه هتاكليها بتاعت الارانب. انتي تقولي انت حاطه لها سكر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ملوخية جميلة 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 مسكرة. زي ما انتوا شايفينها شبه الخضرة من كتر ما هي جميلة خالص. الملوخية الناشفة انا هحط مغرفتين ملوخية، وعاملة طبق جن رز برضو مع الارانب، اللي ياكل الارانب بياكل معها رز. وعاملة طبق مكرونة، اللي يحب ياكل مع الارانب الملوخية والرز، او ملوخية ومكرونة. وزي ما تشوفوا كده بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. احلى 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 طعم، يعني ريحتها مفجفجة كده في البيت، جايبة يعني جايبة لآخر الشارع الريحة بتاعتها. شايفين؟ بص انا هرصها في الطبق معاكم كلها من الصينية، وهوريها لكم حتة حتة هحطها. بص يا حبايبي، شايفين جمال الملوخية خضرة ازاي، زي ما يكون هي ملوخية خضرة مش ناشفة. وهالشوربة زي ما قلت لكم هتغمرها وهتنزل منها الشوربة نازلة في الصينية، ان هي كانت كتيرة مش حاجة قليلة يعني فيها. وانا حشت منها تاني للي احتاجها لحاجة تانية هعملها. بص بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، اللهم صل على سيدنا محمد. واحنا بنعمل على طول كده يعني بقنا كده
ما زال لا يزال راغب عن ذكر الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاستغفار. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على طول على طول على طول. الاستغفار بنية الرزق والهداية وصلاح الحال يا رب، وبنية إن كل اللي يأكل منها يا رب يصلح حاله ويهديه ويثبته. كده لازم نعمل أكلنا بالطريقة دي والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كده كده احنا ما نعمله مش هنخسر حاجة لما نذكر ربنا فيها، احنا بالعكس هنزيد حسنات بفضل الله. شايفين جمالها؟ يعني إن شاء الله بإذن الله لو جربتوا الأرانب أو جربتوا الفراخ بالطريقة دي برضو، إن شاء الله بعمل لكم الفراخ بالطريقة دي. وبصوا الملوخية، جمال الملوخية، وطبق مكرونة على طبق رز ويعني هي دايبة. أنا هوريها لكم دلوقتي، يعني مش متحملة تمسكيها كده، دايبة دوب في إيدك. وبالهنا والشفا على قلب اللي ياكل يا رب، واللي يعمل بإذن الله ويجربها إن شاء الله. ما تنسنيش بدعوة بظهر الغيب. شايفينها أنا بدوس عليها بالمعلقة بسيط بس بتتفرع معايا ودايبة دوب. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. يعني ناجحة وتحفة 100%، 1,000,000%، مش 100%. ومع سلامة الله. متنسوناش في اللايك والشير والتعليق. مع السلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.